مساء الخير، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من امراه طموحه. في الاول بعتذر ان احنا تاخرنا عن ميعادنا، لكن كنا بنشوف مع بعض احتفال يوم الشهيد مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتكريمات اللي شفناها والامهات اللي اتكلموا، امهات الشهداء اللي اتكلموا ابكونا جميعا، وقد ايه صابرات وقد ايه مؤمنات وقد ايه، والاباء كمان اتكرموا واسماء الشهداء اتكرموا، وكان في اوبريت حلو جدا، وكان في احتفال الحقيقه كلنا قعدنا اتفرجنا عليه واحنا في انتظار الحلقه، كلنا بلا استثناء، وبضيوف بالاستوديو بالكنترول، كلنا قاعدين بنتفرج ومتاثرين جدا، وكان احتفال جميل جدا. هنبتدي حلقتنا دلوقتي، وبس هقول معلومه صغيره عن يوم الشهيد. انه اختيار يوم 9 مارس كان لانه كان تخليد لذكرى رحيل رئيس اركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، ومن يومها 9 مارس ده بنحتفل بيه شهداء مصر عبر التاريخ الذين قدموا حياتهم وروحهم فداء لهذا الوطن. تحيه لروح كل الشهداء، هم في الجنه ان شاء الله، وتحيه لاسر الشهداء، بنقول لهم تعيشوا وتفتكروا وتحتفلوا وتفخروا بولادكم كل يوم، مش كل سنه، كل يوم. دلوقتي هكلمكم عن حلقتنا النهارده. عندي لقاءين حلوين جدا جدا جدا. للصدفه الاثنين ضيفاتنا النهارده مهندسات ديكور. معايا آية الحديدي اللي هتبدا لقائي معاها، ومعايا هناء الخميس. هناء النص التاني من حلقتنا هنشوف فيها، هي بكالوريوس فنون جميله ومعاها ماجستير، بتتكلم عن حاجه حلوه جدا، يعني انا شخصيا بتهمني الاحجار الكريمه، مش بس الاكسسوارز بتعمل بيها، كمان الاحجار دي لها تاثير على الشخصيات. هنشوف مع حضراتكم ده في النص التاني من حلقتنا النهارده. انما لقائي دلوقتي مع الجميله آية الحديدي، هي مهندسه ديكور وويدنج بلانر، بتنظم احتفالات ومناسبات. آية اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازيك؟ شرفونا ومنورانا. ربنا يخليك. معلش بعتذرلك، احنا قعدنا قعده طويله مع بعض قبل الهوا، بس عشان كنا منضمين على القناه الاولى بنشوف الاحتفال مع بعض. بصي بقى، كلميني عن، اولا هي اللي جايبه لنا الحاجات الجميله اللي انتوا شايفينها في الكادر. ده ايه بجع؟ ده بجع فلامينجو وفلامينجو، وده البسكليته عجله، ومعانا تابلو، ومعانا حاجات كده لذيذه. آية كلميني عن المشروع، كلميني عن نفسك، عرفينا بنفسك. انت خريجه فنون جميله. انا آية الحديدي خريجه فنون جميله، ديكور، تعبيريه. من وانا صغيره خالص وانا بحب الديكور وبحب المناسبات، يعني كنت بفرح جدا لما يبقى حد من العيله او حد من صحابي عنده مناسبه عيد ميلاد ولا حاجه، اجري واجيب بقى زمان بقى الزينه واقعد اعمل حاجه مختلفه، لغايه ما لما كنت في الكليه درست اكتر، حبيت التنسيق بتاع الالوان بتاع الحاجات، يعني لقيت نفسي في الموضوع جدا. انت داخله الكليه عشان حباها؟ انا داخله الكليه عشان حباها فعلا، وكان ليا قصه مع دخول الكليه دي، قصه. طب احكي لنا بسرعه. انا ما كنتش جايبه لائق فنون جميله خالص في الثانويه عامه، وكنت جايبه مجموع كبير، كنت جايبه تقريبا 98%، وكان جاي لي بقى طب بقى او هندسه؟ لا كنت ادبي. كنت عايزه بقى اعلام او ألسن او اي حاجه، كنت الاول فنون جميله، بس لما ما جاتش قلت خلاص اخش اي حاجه تانية، بس اهلي رفضوا عشان القاهره. صح؟ في اقسام بيخشوا بس لو ديكور عماره بس اللي لازم علمي، وادبي لازم ديكور مجموع معين، يعني لازم تبقي معديه ل 92 او 93%. بس فاهلي رفضوا طبعا القاهره، فبدات والدتي عملت تظلم، مش عارفه كده، طلعت ورقتي مش متصلحه اساسا بتاعه القدرات، لان انا من وانا صغيره خالص. لسه هقول لك ازاي ما نجحتيش. لا، لان انا من وانا صغيره خالص رسمي حلو وخطوطي حلوه، الدنيا يعني فما ينفعش ما تعديش. استغربت، يعني انا لما ما جبتش لائق استغربت اساسا. بس بصي بقى، دي تعلمنا حاجه قبل ما نتكلم على المشروع اللي هي عاملاه، تعلمنا حاجه ان احنا ما نستسلمش. انا مقتنعه اني عامله كويس، متاكده اني عامله كويس، فلازم انجح. ما نجحتش لا في حاجه مش موجوده. برافو عليكي، برافو على مامي. انا بحييها بصراحه. مامي بصراحه، بس وهي دايما اللي كانت بتشجعني، لا نروح نبص نعمل بتاع. فروحنا وكشفنا على الورق، فعلا طلعت ورقتي مش متصلحه. بعد ما كان عدى نص ترم من الكليه رحت نقله بقى، عامله اعاده قيد، ودخلت فنون جميله، وده كان حلمي من وانا صغيره. الاول ايه؟ اداب فرنسي. بعد كده رحت داخله فنون جميله. دخلتي على نص الترم؟ دخلت على نص الترم. وعرفتي تكملي؟ عرفت اكمل، وانا اصلا يعني كنت من الشاطرين جدا في الكليه، وحتى معيديني ودكاترتي كانوا بيحبوني جدا، وكنا على طول بنشتغل مع بعض، واسهر في الكليه واروح واصلح. ما فكرتيش تكملي في التدريس والحاجات دي؟ لا، كنت ساعتها بقى انا بشتغل من وانا في ثانيه كليه، يعني انا بشتغل في بلاننج من وانا في ثانيه كليه، فكنت حابه المجال ده اكتر، يعني كنت لا يعني حابه ان انا لا واعمل اسم واشتغل واعمل افكار جديده واطلع. بصوا يا جماعه، هقول لكم على حاجه برده تاني، معلش بقاطعك. النجاح مش بيجي فجاه، لان هي من وهي صغيره بتشتغل وهي في الكليه، يعني مش ان استنى لما ابقى اتخرج وابقى اشوف بقى ربنا هيعمل فيا ايه. لا، ربنا بيعمل طبعا كل الخير، لكن
انت اشتغلتي من وانت في الكليه؟ انا انت عارفه اشتغلت من وانا في تانية بعد اعدادي كليه على طول، من وانا في اولى جامعه. بدات اعمل خطوبات بقى، بس في النطاق الضيق، خطوبات العيله القرايب الصحاب اللي لسه واثقين فيكي، اللي يعني لسه يعني اللي مديني الثقه. وبصراحه يعني كان اهلي مشجعيني جدا جدا. اول حاجه عملتيها خالص كانت خطوبه اخت صاحبتي. كانت في البيت ولا كانت في البيت؟ كانت خطوبه اخت صاحبتي، وعملت لها بقى ستاير واساميهم بالفل بقى بايديا، لان انا اصلا بحب اعمل حاجات الهاند ميد جدا. واساميها بقى هي والعريس عملتها لهم، وبوكيه ورد بقى نزلت جبت شويه ورد وعملتهم. ده كان سنه كام بقى؟ ده كان سنه تقريبا 2008. يعني 2008 دلوقتي ما شاء الله انت بقالك سنين بتشتغلي. في 2008 يعني 2008 او 2009 حاجه كده، هم 9 10 طبعا. ده كان اختراع ساعتها. ده كان اختراع. ده كان ان انا اجيب الفل والكتر واسخنه على النار وابدا اعمل. ما كانش لسه بقى في الليزر كات والحاجات دي. فلا يعني كانت اختراع في ساعتها. ولقيتي الفيدباك حلو فقلتي لا، لقيت الفيدباك حلو. بدات اكمل، ابدا اجيب افكار جديده، ابدا ادور ارسم. يعني لازم انا عندي دايما سكتش، ما بطلعش اي ايفنت من ايفنتاتي غير لما اقعد كده مع نفسي بالورقه والقلم والالوان. مش بتخيل في دماغي، لا بتخيل في دماغي. لازم لا يعني لازم تطلعيها الورقه، لازم يعني ارسم كده او اطلع فكره ما تطلع لي بقى الايفنت. بصي بقى احنا شايفين معاكي ده تابلو صح؟ ده تابلو، ده كله هاند ميد، ده شغلي انا. انت اللي بتعمليه بتقطيع الوردات دي انت اللي عامله بايدك؟ بايديا كل حاجه فيه بايديا. ده ورق ده ولا ايه؟ ده ورق ورق ملون، كنسن ملون. ببدا اقطعه وببدا بقى الزق حته 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 لغايه ما بيطلع المنظر ده. والرموش دي اخبارها ايه؟ الرموش دي حلوه قوي، ربنا يخليكي. ده كله هاند ميد. ده طبعا بستخدمه يعني في الديكور بتاع اعياد الميلاد، السبوع، الحاجات دي. طب والفكره الجميله دي اللي احنا هنشوفها، الفكره دي العجله دي اصلا دي عجلتي وانا لسه هقول لك حد وهي صغير. دي عجلتي وانا صغيره بجد. بدات كان عندي ايفنت في اوبن اير كده، وكنت عجباني قوي الفكره. بدات جبت ورد صناعي، ها زوقتها، لقيت شكلها. كل الورد ده صناعي؟ كل الورد ده صناعي. انا فاكره الابيض ده هيتصوري. لا الباقي يعني كله صناعي. كله صناعي. حلو. طبعا ممكن لو تتعمل بقى طبيعي عادي اي حاجه ممكن، بس انا عشان تبقى عندي جاهزه. دي بقى تتحط في اوبن اير مثلا، على بيتش، على بتاع، في بيتش، في اوبن اير. ممكن كمان في اعياد ميلاد بشتغل بيها في اعياد ميلاد، بحطها في الدخله، في الباك جراوند، في اي حاجه. حلوه جميله، ربنا فكره حلوه جدا. ايه تاني بتعملي مثلا اسمها ايه؟ بيبي شاورز؟ بيبي شاورز، اسبوع بتعمليه؟ يعني ايه بقى؟ بحط فيه كل حاجه. اولا انا بعمل باك جراوند، يعني الخلفيه اللي الناس بتصور عندها، والكاندي بار اللي هي الديزرتس اللي الناس بتاكلها، والخلفيه بقى والدخله والسنتر بيسز وكل حاجه. انا في الاول ببدا، انا عندي افكار كتير وعامله ايفنتات كتير، ببدا اقعد مع العميل نقعد نتكلم. انت فكره. طب افرضي انت دلوقتي قعدتي معايا وقلت لك انا عايزه كذا وكذا وكذا، ولقيتي ان انا بقوله ده كلام فاضي ما ينفعش خالص. لا انا بحاول كده. لا ما انا بحاول اقنعك، لان انا برضو مش هطلع شكل شغلي وحش. افرضي انا طالبه حاجات مش حلوه او مش لا بحاول اقنع. يعني العميل عامه بيستجيب بسرعه. يعني في ناس بتبقى صعبه شويه. ده بيبي، ده مكتوب عليه بيبي. ده بيبي. حلو قوي. العميل عامه بيستجيب بسرعه لما بيشوف الشغل وبيشوف شكله ايه والكواليتي عامله ازاي، بيستجيب. يعني مش يعني بيقتنع ان هو اللي هو عايزه مش مظبوط قوي، يعني فبيبدا يقتنع برايي. بنبدا نتكلم بقى في التفاصيل. طب الفكره الاول اللي انت عايزها هو ولد، هو بنت، هي مثلا مقتنع لسه لغايه دلوقتي اللون الروز للبنت واللون لا والحاجات دي بطلت خالص. ايه بقى بنعمل في اتجاهين مختلفين تماما. يا اما ناس بقى بتحب الالوان الفقعه بقى، اللي هو اخضر مع اورنج مثلا، او ابل جرين مع فوشيا مع اصفر. وفي ناس بتحب الجو الهادي خالص، اللي هو يبقى مثلا فينتج شويه، يعني اخشاب مثلا، خلفيه خشب مع جولد اللي هو القديم المجرح مع تاتش بينك بسيط. او طب بياخد وقت منك قد ايه؟ يعني واحد المفروض مثلا قبل مثلا المناسبه يقول لك قبلها بقد هو طبعا كل ما كان بدري كل ما كان بدري. ده اللي هو الوقت المناسب قد ايه؟ مش اقل من يعني في الهاي سيزون مش شرط ان انا ابقى فاضيه كل يوم. في الهاي سيزون اللي هو في الصيف عامه. لكن يعني الوقت الكويس تقريبا من اسبوع 5 ايام قبل الايفنت. اسبوع 5 ايام؟ افتكرت قبل شهر مثلا. لا هو في الصيف طبعا كل ما كان احسن بدري كل ما كان احسن. لان الوقت بيبقى مزنوق. ممكن يكون في 2 ايفنت، ممكن 2 او ممكن 3، وممكن حاجات بتبقى في الكينج، ممكن حاجات مثلا بتبقى في الساحل. طب في الحاله دي بقى بتعملي ايه؟ انت لازم تروحي
تحضري كل حاجه لازم. بنفسك؟ لا بحضر كل حاجه بنفسي، حتى من اصغر ايفنت لاكبر ايفنت لازم بحضر كل حاجه بنفسي، وببقى كار جدا. يعني في شويه تاتشات كده محدش بيعملها غير، يعني مثلا زاويه كومودينو مثلا لازم تتعدل كده، الترابيزه لازم تحط كده. تتعدل بعينك ولا تتعدل عشان انت دارسه، ولا تتعدل عشان ايه بقى؟ لا هي في منها جزء دراسه، لان بصي انا مش هكذب على حضرتك طبعا واقول لك لا دي موهبه وكده، لا في جزء منها دراسه، ان انت تحسي ان الكادر قدامك خصوصا في الكاميرا لما تصوري الكادر مظبوط ولا مش مظبوط، الحته دي تقيله عن دي، يعني الكلام ده لا طبعا دراسه. بس في منها برضو حته موهبه، ان انت مثلا تبقي حاسه ان الالوان كلها فيها هارموني مع بعض، تبقي حاسه ان الاسم مظبوط، الدنيا شكلها ظريف، لان غير كده بتحسي ان الموضوع مش مظبوط قوي، لان هو المجال فيه كتير، يعني هو المجال فيه عشرات لا الاف، يعني فيه كتير جدا. بس هي الفكره ان انت تثبتي ان انت بتعملي حاجه مختلفه مظبوطه قوي. يعني مثلا لو هتعملي ستاره في الخلفيه، انا بقيس الستاره بالسنتي، ان هو لو هعمل مثلا الستاره في النص ابيض جنبين روز جنبين ذهبي، لازم الابيض يبقى قد بالظبط واخد النص، بعد كده الجنبين الروز قد بعض، الجنبين الذهبي قد بعض. يعني الحاجات دي بتفرق قوي يعني في الشكل العام. طب بصي ايه، اسالك حاجه، في مره عملتي حاجه وقلتي واو انا ازاي عملت دي؟ في الاول خالص كنت بنبهر جدا باي حاجه بعملها، رغم ان انت اللي عامله سكتشنج انت لا في الاول كنت بنبهر باي حاجه، بس بعدين باي حاجه. لا انا عايزه حاجه انت قلتي في كذا ايفنت. لا يعني كان بيبي شاور، كان في اوتيل كبير في اسكندريه، وكنت لحد كبير في الاوتيل، يعني لحد جنرال مانجر في الاوتيل، وكلمني قبل الايفنت ب3 ايام بالظبط، يعني كلمني الحد والبيبي شاور والعيد ميلاد كان يوم الثلاث. انا كان جوايا احساس، وده من قريب مش من بعيد، انا كان جوايا احساس ان انا يعني انا لو قعدت مطبقه 3-4 ايام دول عمري ما هطلع البتاع. لا بس اشتغلت وتعبت، يعني انا بصراحه ما صدقتش ان النتيجه دي طلعت في 3 ايام كانت. طب سؤال بقى بالعكس، ما عملتيش حاجه بقى قلتي يا لهوي انا عمري ما هعمل كده تاني؟ لا من النادر، لان انا ما بعملش حاجه حصلت من النادر دي، يعني حصلت. لا مش فاكره ان حصلت حاجه زي دي، لان انا ما بشتغلش حاجه غير وانا مقتنعه بيها جدا. مش حاجه بقى قلتي لا يا ريتني ما عملت كده مثلا؟ لا خالص، يعني انا من النادر جدا 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 لو حسيت ان في حاجه، لو كنت جبت ده يمين شويه شمال شويه، ما اخدتش ده كده، ما عملتش ده كده، لا عملت ما اعرفش ايه، لا بعمل الحاجه وانا مقتنعه فيها 100%. يعني لو في حاجه مش مقتنعه بيها 100% ما بعملهاش خالص، استحيل. او حتى لو مثلا العميل الميزانيه بتاعته معينه او امكانياته ما تعملش حاجه اكتر، لو انا شايفه ان الكادر محتاج حاجه، حتى لو البروفيت بتاعي هيبقى اقل، لا بعملها بس عشان الشكل يطلع كويس، عشان انا ابقى راضيه عن الشكل، لا ما بهتمش خالص بفكره طب بصي بمناسبه الميزانيه بقى، معلش انا مش هسال عن ارقام، بس ليه الويدنج بلانر بتاخد او بياخد ليه الفلوس دي كلها؟ لا يعني هي معلومه خاطئه. لا مش معلومه خاطئه، لا ده بصي انا تخصصي مش افراح، ما بعملش افراح تقيله يعني، بس الناس اللي بتعمل افراح تقيله طبعا بتاخد، لان في كوميشنز من الاوتيل، وفي يعني ليهم مصاريف وليهم عماله رهيبه يعني ما بتقلش عن 20 عامل مثلا معاهم، وفي ميزانيات وفي يوم كامل، يعني مصاريفها كتير، هي مصاريفها كتير بتاعت الافراح بالذات. لكن السبيشال ايفنتس اللي هي البيبي شاور، البيرثدي، المؤتمرات، الخطوبات اللي في البيت، الحاجات دي الاسعار مش فظيعه يعني. بس انا خلينا نتفق في حاجه، ان في كواليتي معينه الواحد لازم ما يتنزلش عنها. يعني مثلا انا عشان اوصل كواليتي معينه بختار ماتيريال معينه انا ما اقدرش اتنازل عنها. يعني مثلا اكزامبل كده، البالونات حاجه بسيطه جدا، ممكن تشتري كيس بالونات مثلا ب10 جنيه، وفي كيس تاني ب100 جنيه. ال100 جنيه ده المستورد اللي بيستحمل معاكي شمس هوا، لو وقف عليه حشره ما بيفرقعش، لونه مش باهت، ما بيسيبش بودره على يعني مثلا ما بيبصمش، الكلام ده كله ده بيطلع نتيجه وده بيطلع نتيجه تانية. فطبعا افرضي ان انا جايلك ببادجت قليل، لما انت تجيبي لي بقى اللي على قد البادجت بتاعي وخلاص. ما هو ده برضو في وشي، يعني ده بيطلع يعني شغلي انا،
فلا لو انت جايه ببادجت معينه انا بحاول نقلل من هنا نطلع هنا، بنيجوشيت على قد ما بنقدر عشان نوصل للبست اوبشن اللي نقدر فيه نطلع احلى حاجه ممكنه بالبادجت بتاعك. بس ما بقدرش اقل في كواليتي حاجات معينه زي الورق مثلا اللي بشتغل بيه، زي البالونات استحاله، لان البالونات دي كارثه. انت ممكن تبقي مجهزه سقف بالونات بخلفيه بالونات وطول ما انت قاعده في الحفله تك 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 تك، فانت استفدت ايه؟ حتى صورك مش هتطلع كويسه، يعني الصور هتلاقي بقى ايه مفرقع وفاسس ومش هيبقى شكله ظريف. فالبالونات بالذات دي مثلا حاجه ما اقدرش اتخلى عنها. الديزرتس، الحاجات الحلوه اللي بتتاكل، يعني دي اطفال اللي بياكلوها وناس كبيره اللي بتاكلها، ما اقدرش انزل بالكواليتي. انت بتعمليه ولا هم اللي بيعملوها؟ في حاجات بعملها في مصانع، في مصانع، في حاجات من عند سبلايرز، وفي حاجات انا بعملها بنفسي. فطبعا الحاجات دي انا ما اقدرش اقل بالكواليتي بتاعتها، لان انا لو قلت بالكواليتي بتاعتها حد يتسمم، حد يحصل له حاجه، ما اقدرش. يعني برضو الشوكولاتات والحاجات دي، يعني في براندات معينه انا ما بقدرش اقل عنها، لان مثلا الاطفال بيبقوا عارفين الطعم، بيبقوا مستوعبين ان دي مثلا شوكولاته فلانيه فانا هاكلها، ما اقدرش اقل بالكواليتي، مش هتبقى حلوه. بس فعشان كده البادجت ساعات بتحكمني في حاجات معينه ما بقدرش اقل عنها. طب انت بعد 10 سنين تقريبا دلوقتي بتشتغلي، تقدري تحكمي على شغلك بايه وتقولي لسه بقى اللي نفسك تعمليه ايه؟ بصي حضرتك، وانا كل ايفنت بطلعه ببقى حاسه ان لا لسه في اكتر، لا لسه ممكن اعمل اكتر، ممكن. انا بحب قوي اطلع افكار جديده، يعني حتى لسه هقول لك كل الويدنج بلانرز دلوقتي يعني بيبقوا يعني مش شبه بعض، بس خلاص احنا بنتكلم في الفكره ان انت تبقي مختلفه. ايوه، ما ده انت مش هتستمري. يعني بصي حضرتك كل فتره من الزمن كده بيطلع مهنه بتبقى ترند، يعني مثلا فتره تلاقي كل الناس بقت فوتوغرافر، فتره كل الناس بقت ميك اب ارتست، فجاه كل الناس بقت ايفنت بلانر. فالفكره في اللي بيستمر، يعني الفكره ان انت مثلا طب عشان تستمري لازم تبقي مختلفه، تبقي متجدده، لازم تبقي مختلفه وتطوري حاجات جديده. بالظبط، لازم يعني المخ ده على طول شغال. انا فعلا بمعنى الكلمه انا ساعات ببقى نايمه تجيلي فكره وانت نايمه، تجيلي فكره وانا نايمه، اصحى طب ده انا لو اعمل كذا، وما يبقاش عندي ايفنت قريب مثلا، او مثلا مش بكره او بعد بكره، بس بشكل عام الفكره اعمل كده، الفكره دي جت في دماغي. دايما تبصي على حاجات بره، وانا ضد التقليد تماما. يعني انا حتى لو حد بس تاخدي افكار، يعني تاخدي افكار، بس ضد التقليد تماما. على فكره يعني في ناس كتيره بتقلد، يعني بتاخد الحاجه كوبي اند بيست وتبقى مقتنعه ان هي دي كده شغلها والدنيا تمام وحلوه قوي. لا انا ضد التقليد تماما. يعني انا حتى لما كاستمر بيجيب لي صوره عايزه اعمل شبه ده، طب ايه رايك لو بقعد اقترح عليه، طب لو شلنا ده، لو حطينا ده، لو زودنا كده، لو نقصنا، لو غيرنا شكل الستاند، لو غيرنا شكل الترابيزه، ان ماشي اوكي انت عاجبك الفكره، بس انا بحب دايما احط فكره جديده او بصمه في الموضوع، مش بحب الموضوع يبقى كربونه. طب انت لما بتعملي مثلا حاجه بتكرريها، يعني عملتي مثلا اوكي مثلا اسبوع وجالك اسبوع بعديها بشويه، ممكن تعملي نفس الحاجه لو الطلب بس بحاول اغير فيه على قد ما اقدر. اصل ما ينفع، يعني مثلا لو انا عامله اسبوع عندي وكان عندي صاحبتي وانا نفس، لا يعني من النادر، يعني ما حصلش الحمد لله قبل كده ان 2 اصحاب كانوا عاملين عندي وده كان زي ده. بالعكس، يعني انا الكومنت دايما اللي بيجي لي الحمد لله طبعا ده بفضل ربنا، يعني ان حاجتك مختلفه، يعني ان ده مش شبه ده مش شبه ده. يعني بحب دايما، وده بيتعبني على فكره ذهنيا جدا، ان انا كل ايفنت افضل اقول طب المره الجايه لو ده الطلب هيتعمل ازاي. يعني مثلا حاجه بسيطه جدا، ممكن لو خلفيه خشب عندي مثلا، لا ممكن ادهنها مره اغمق، لا لازم تختلف، اصنفرها بعد كده واعملها افتح، بعد كده اعملها بطريقه مختلفه عشان ما يطلعش هو كربون كل مره. طب سؤال خطر لي بقى، انت بتتكلمي انت متجوزه؟ متجوزه. مين اللي عمل لك لا ما كنتش انا، لا انا متجوزه من زمان. انا متجوزه من قبل ما تشتغلي ده؟ يعني انا جوزي طبعا ايام ما كنا مخطوبين هو اللي عامل لي صفحه على الفيسبوك، وهو اللي كان بيشجعني ان انا اشتغل واكمل وكده، وهو وقف بصراحه معايا كتير جدا في الموضوع، وكان بيساعدني وبيساندني، ونسافر القاهره نجيب خامات ماشي، طب احنا مسافرين بره عايزه اجيب حاجات، عايزه اروح المكان الفلانيه بيوديني. انا متجوزه بقالي يعني داخله في 10 سنين برضه. ما شاء الله ما شاء الله. فانت مش انت اللي عملتي لنفسك اي حاجه؟ لا ما كنتش بدات، لا. بس مثلا ايه في كتب الكتاب مثلا انا اللي عامله البونبونيرات، انا اللي عامله، ما انا بقول لحضرتك بدا الموضوع معايا ان انا ابدا في حاجات. يعني مثلا الخطوبه انا اللي عامله مثلا صينيه الشبكه،
الكاسات، الحاجات، البوكات الورد اللي كانت جنب الكراسي. طبعا احنا من 10 سنين ده زمن رهيب، فكان الاختراعات دي كلها لسه ما طلعتش. بس لا يعني كنت لا احب مثلا انا اللي اعمل البونبونيرات، الكاسات، الشوكولاته، مش عارفه ايه، كل الحاجات دي انا اللي كنت عاملاها لنفسي. ايه اهميه ان اللي حواليك يشجعوكي او يحبطوكي؟ لا بتفرق جدا. بتفرق في ايه؟ جدا جدا. يعني لو انت مقتنعه ان انا بعمله ده صح. بصي حضرتك المجال مليان منافسات جامده جدا. at some point كده انت بتحسي ان انت يئستي خلاص، انا لازم ابطل، يعني لازم ابطل. فعلا دي حقيقه. يعني مثلا لما تلاقي خلاص وكاستمر متفق معاكي وخلاص والدنيا تمام، والايفنت بعد بكره جه يعتذر لك وتلاقيه رايح عامل مع حد تاني عشان اقل، الحاجات دي بتخلي الواحد طب انا اشتغل ليه؟ طب ما انا اقعد، طب ما انا ادور على شغلانه ثابته، لان الشغل البرايفت بيحتاج مجهود فظيع. لا لو اللي حواليا ما بيشجعونيش، سواء جوزي طبعا او اهلي، مامتي وبابايا واخواتي وكده، لا كنت بطلت من زمان بجد، كنت بطلت. لا التشجيع بيخليكي قادره تكملي، عايزه تكملي، عايزه تعملي احسن. طب انت يعني النهارده بتحلمي بقى بمشروعك ده لايه؟ انا طول ما انا بقدم حاجه جديده ومختلفه، انا نفسي ابقى اهم واحده طبعا في اسكندريه، في القاهره بتاع. طول ما انا بعمل ده متحقق بنسبه قد ايه دلوقتي؟ يعني مش عارفه، مش عايزه اقول على نفسي حاجه، بس لا يعني هو انا في الكوميونتي اللي انا عارفاها، لا يعني الحمد لله، يعني ما بيعديش عليا اسبوع او اسبوعين ما عنديش ايفنتين 3 يعني الحمد لله، يعني بفضل ربنا طبعا. فلا انا بحلم ان انا يعني ابقى طبعا اكمل واقدم الجديد، ودايما العميل يبقى راضي ومبسوط ومرتاح، وحاسس ان اللي هو دفعه ده في محله، ما يحسش ان هو اتنصب عليه، او حاسس ان هو ما اخدش خدمه، مش مرضي او ما اخدش الخدمه اللي هو بيحلم بيها. وان هو طول ما انا الحمد لله يعني العميل بيستمر معايا سنه واثنين وثلاثه، دي حاجه مطمناني ومريحاني يعني الحمد لله. ده مؤشر نجاح ان احنا ماشيين صح يعني. الحمد لله. طيب بصي ايه، بما ان انت اسرتك وجوزك بيشجعوكي، طيب ما تشجعي بقى الناس بتتفرج عليك دلوقتي اللي لسه طالبات صغيرات في الجامعه، مش لازم في الديكور والحاجات دي، اللي عندها مشروع، اللي عندها فكره، اللي عندها فاشن لحاجه، اللي عندها عارفه هي نفسها تعمل ايه، بس عارفه الواحد ساعات يبقى ايه يعني، انا عايزه حاجه بس خايفه متردده، مش مصدقه ان انا اقدر اعمل ده، طب هتقابلني مشاكل، هتقابلني صعوبات، هقدر، لا بلاش. لا هو طبعا لازم اول حاجه ان هي تبقى مصدقه في اللي هي هتعمله. طول ما هي مصدقه في اللي هي هتعمله ومقتنعه بيه، فور شور هتنجح طبعا بعد اراده ربنا وفضل ربنا عليها. هي طبعا هتنجح طول ما هي مصدقه ومقتنعه باللي هي بتعمله. تجرب، هتقع مره واثنين وثلاثه، بس هتقوم تاني وهتبقى احسن. تشتغل على نفسها، يعني دايما تبقى عندها، يعني هي تعتمد على نفسها في كل حاجه. يعني مثلا ما تعتمدش طب ده انا هجيبه من كذا جاهز، ده انا هجيبه. طول ما انت تعرفي تعملي الحاجه بايديكي، اشتغلي بايديكي، انت اللي هتطوري من نفسك، هتحسني من نفسك، هتبقي من ايفنت يعني في اي مجال بقى، من مرحله لمرحله احسن. هتحسي ان الدنيا بتتحسن تدريجيا. طبعا انت مش بتطلعي بسرعه الصاروخ، طبعا درجات سلم بنبدا نطلعها واحده واحده واحده. طول يعني اهم حاجه ان هي تبقى بس مصدقه في اللي هي بتعمله وحباه، لان لو هي مش حباه عمرها ما هتنجح فيه. تبقى حباه ومصدقاه ويعني تستحمل الصعوبات. لان هو هقول لك امتى تقول لا انا هقف هنا، انا حاسه ان انا كده مش مظبوط، انا هقف هنا. لو هي مش حابه، لو هي بتعمل الحاجه وهي مش قادره تعملها. يعني الشغل، يعني انا هتكلم بقى عن شغلي، انا شغلي متعب جدا، انا ممكن اقعد بالثلاث ايام ما بنامش، ما اشوفش بيتي، ما اشوفش بنتي، ما بعملش اي حاجه. كل حاجه انت بتعمليها بايدك ولا في حد بيساعدك بقى؟ لا يعني أنا حد لا انا في التجهيزات، يعني من اول شغل الكمبيوتر، انا من اول شغل الكمبيوتر، انا الديزاينات، الستيكر اللي بتحط على الكوبايات، على الشوكولاته، على كل حاجه، الاسامي، الحاجات دي شغلي انا كمبيوتر وتجهيز طبعا في مطبعه ومكتبه، وبعد كده بلزق وبعمل. طبعا انت اللي عاملاه؟ كله انا اللي بعمله. بس لازم في حد بقى بيساعدك في الفرش، يعني في الفرش بقى ساعتها بيبقى معايا كرو، بيجي بقى ستاندات قماش، الحاجات دي بيبقى معايا حد بيساعدني. بس تنفيذ فكره، هاند ميد، كل الحاجات دي انا اللي بعملها من اول شغل الكمبيوتر خالص، من اول السكتش اللي بقعد اشخبط فيه كده لغايه ما الفكره بتطلع قدام الناس وبسلمها للعميل. فرحانه بيكي قوي يا ايه. ربنا يخليك، اشكرك جدا على اللقاء الجميل ده. ربنا يخليك. هنستاذنك تخلي معانا الحاجات الجميله دي لنهايه الحلقه. طبعا نهايه الحلقه بس عشان ان شاء الله. بس مبسوطه بيكي خالص. انا وان شاء الله نقابلك بعد فتره كده تقولي انا بقيت التوب
ويدنج بلانر في اسكندريه. والله ليه لا، لو انت فعلا بتجتهدي جدا وبتبتكري وبتعملي افكار جديده وبتبهجي الناس، قصدي دي حاجه مبهجه جدا. هي مبهجة تخيلي جداً المناسبه من غير الحاجات دي طبعا مش هتبقى. هو كمان في شغلنا يعني في الايفنت بلانر انت لازم تركني حياتك انت متنكده بقى، انت متضايقه، يعني انت رايحه تبسطي الناس، انت رايحه تبسطي الناس، فانت لازم يعني حياتك الشخصيه دي على جنب خالص، متخانقه بقى، مضروبه، معيشه، عندك حاله وفاه لا قدر الله دي حاجه على جنب. الناحيه الثانيه لا، شغل لازم تبهجي، دي حاجه لازم بتفرحي بيها الناس، فانت لازم دايما تبقي مبسوطه دايما تبقي مبسوطه ان شاء الله، ودايما تبسطي الناس. شرفتينا، ميرسي جدا ليكي. الشرف ليا، ربنا يخليكي، شرفتينا. دلوقتي خلصنا لقائنا مع آية، هناخد فاصل سريع وهنستقبل هناء هتحط حاجاتها الجميله، اكسسوارز واحجار كريمه. تابعونا بعد ثواني.